يا مساء الخير او صباح الخير اخواتي، بقى عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة ما ننساش بقى كده كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة كده نويت اعمل لكم مجموعة كده من المشروبات الايس، عشان كده نعملها في البيت ولينا ولحبايبنا ولاطفالنا ولاولادنا الخ الخ، يعني زي ما انتوا عارفين. النهارده كده هعمل لكم بقى ميلك تشيكات على ايس كوفي، على شويه كده حاجات من الحاجات الحلوه اللي احنا كلنا بنحبها ديت ان شاء الله. اول حاجه بقى هنجيب الخلاط بتاعنا وهنجيب علبه اناناس، تكون اناناس قطع. هناخد من العلبه ديت كده مثلا 4 5 شرايح اناناس، وهنكون مجهزين كده علبة أناناس من اللي هي العصير الجهينة. أنا بسهل الأمور عليكم، حاجات رخيصة يعني. وهنقوم نازلين بيها كده فوق الأناناس القطع، علشان نعمله سموزي، عصير سموزي أناناس. وهننزل بقى كده بكوباية تلج تكون مليانة على الآخر أوي كده، ونقوم حاطينها فوق الأناناس اللي احنا حطيناه. ومعلقتين سكر كفاية قوي، ما نكترش عن معلقتين سكر، أو السكر حسب الرغبة. تمام أوي. نسيبه بقى كده يتضرب مع نفسه لمدة 10 ثواني. وبعد ما خلص نزلنا بيه كده في كوباية، طبعا نازل تقيل اهو ومدينا قوام مظبوط قوي. تمام. هنبقي بقى كده شويه عصير اناناس في الخلاط، وهنقوم جايبين جالون الايس كريم الفانيليا ده اللي انتوا شايفينه، او اي ايس كريم فانيليا نوع مش مشكله. وهنقوم حاطين فيه 3 بولات ايس كريم فانيليا اللي هو فوق عصير الاناناس، وننزل بقى كده بربع كوبايه مانجا، وننزل بربع كوبايه عصير من الفراوله لو موجود قطع مانجا او فراوله ماشي. ونجيب بقى كوبايه شفاف كده، ونقوم حاطين فيها شويه عصير فراوله صغيرين من تحت. ونقوم نازلين بقى طبعا بعد ما اتضرب اهو، طبعا نازل ميلك تشيك فواكه، وهو ده المطلوب. يعني كان مطلوب مني ميلك تشيك فواكه، حبيت اوريلكم بيتعمل ازاي علشان نعمله في البيت. بعد كده بقى غسلنا الخلاط و... وجبنا جالون الايس كريم الفانيليا ده، وهنحط بقى على معيار 7 كوبايات من الايس كوفي. هنحط ايس كريم، يعني هنحط مثلا في معيار كده 8 بولات حلوين كده مبطرخين ايس كريم فانيليا. وهنقوم نازلين كده ب5 معالق صغيرين من النسكافيه، او 6 معالق صغيرين. يعني لو احنا عاوزينه تقيل ممكن نكتر شويه، بس ما نكترش عن 6 معالق نسكافيه من المعلقه الصغيره. ونقوم نازلين بقى كده ب3/4 لتر لبن مره واحده، ونحط بقى كده في الخلاط ونغطي، ونسيبه يتضرب لمده 20 ثانيه، وما نكترش عن 20 ثانية، علشان ما يحلش معانا. احنا عايزين الايس كوفي بتاعنا يكون متماسك وتقيل قوي. ونقوم نازلين بقى كده بال7 كوبايات مرة واحدة. مطلوب مني بقى طبعا 7 ايس كوفي، فحبيت اعيشكم معايا اللحظة. ونقوم نازلين كده بقى ايه بصوص الكراميل كده، نزوق كده ونجرنش الكوباية بصوص الكراميل. تمام. وصوص الكراميل ده بيتباع في اي سوبر ماركتات او هايبرات، يعني متاح، مش شرط نعمله في البيت ونخليه عندنا. وطبعا وننزل بقى كده بالايس كوفي، طبعا نازل تقيل اهو، وهو ده المطلوب. يعني زي ما انتوا شايفين كده، اهم حاجة ان هو يدينا القوام المظبوط، وانه يكون تقيل قوي علشان يطلع تقيل معانا، وطعمه والنكهة بتاعته تكون قوية كمان. وان شاء الله يبقى حاجة كده عظمة قوي قوي. تمام. احنا كده عملنا 7 ايس كوفي. تمام. وننزل بقى كده في اول كوبايتين من الايس كوفي بمكسرات البندق. هو مطلوب مني 2 بمكسرات بندق، والباقي من غير مكسرات بندق. بعد كده نقوم نازلين بقى كده بصوص الكراميل. وصوص الكراميل مهم جدا جدا، الطعم والتزيين والريحه كمان. ننزل بقى كده طبعا بصوص الكراميل زي ما انتم شايفين، حاجه كده عظمه قوي. 7 ايس كوفي. تمام قوي. بعد ما خلصنا ال7 ايس كوفي، هنجيب بقى الخلاط ونديله غسله كده حلوه، ونقوم نازلين كده ب3 بولات ايس كريم من الفانيليا. ايس كريم الفانيليا مش شرط نجيب الجالون الكبير ده، بيتباع منه حاجات صغيره علشان مساحه الفريزر عندنا. تمام. حطينا 3 بولات ايس كريم فانيليا، وننزل ب4 قطع او 5 قطع من الاوريو، ونسيبه يتضرب في الخلاط لمده 7 ثواني. ونقوم جايبين بقى كوبايه ونجرنش كده بصوص الشوكولاته،
وننزل بقى كده بالايس اوريو. طبعا نازل تقيل اهو، واهم حاجه ان هو برضو يكون تقيل، ونجرنش بقى كده من فوق الوش بمكسرات او بسكوت بس.